مشاهدي الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرصد، وفيها نتوقف عند التغطية الإعلامية المكثفة لظواهر التغيرات المناخية خلال هذا الصيف الاستثنائي. نلاحق تجدد النقاش الإعلامي حول حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل اليونان، كما نرصد جدل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما تبعثه من آمال وما تثيره من مخاوف. فأهلا بكم في هذه الحلقة وفيها تتابعون: الكوكب الأزرق على صفيح ساخن، حرائق الغابات تمتد عبر القارات، فيضانات مدمرة في آسيا، والخبراء يتحدثون عن عصر مناخي جديد على الأرض. حادثة غرق مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان تتفاعل، وسائل الإعلام العالمية تكشف معطيات جديدة، وتضارب بين الرواية الرسمية والصحافة المستقلة. مكتشفوه أيضا يحذرون منه: الذكاء الاصطناعي يصنع الدهشة ويثير القلق، والمتوجسون منه يطالبون بتقنينه قبل انفلات الوضع. في سواحل فلوريدا مغامرة علمية لإنقاذ الشعاب المرجانية من حرارة مياه المحيط. فيديو الأسبوع في آخر الحلقة. هذه المواضيع تتابعونها بعد قليل ضمن حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المرصد، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. من أمريكا الشمالية إلى آسيا، ومن أوروبا إلى حوض المتوسط، يعاني ملايين الأشخاص هذه الأيام مما يرجح العلماء أن يكون أكثر فصول الصيف حرارة في التاريخ الحديث. اندلعت حرائق واسعة في عدد من الدول الأوروبية وكندا وشمال إفريقيا، حيث زاد موسم الجفاف الطويل في اتساع رقعة الانتشار وتعقيد مهمات فرق الإطفاء. في الولايات المتحدة وإيران سجلت بعض المناطق أرقاما قياسية للحرارة لا سابق لها منذ أكثر من قرن من الزمن. في الهند والصين وكوريا الجنوبية تدفقت فيضانات عارمة أدت إلى موت كثيرين وتشريد الآلاف عبر القارات. جاءت الحرارة القياسية التي ابتليت بها أجزاء كبيرة من العالم دفعة واحدة بمثابة تذكير حاسم بأن تغير المناخ أصبح واقعا مخيفا يجدر الاستعداد له من الآن حسب العلماء ومراكز الأبحاث. عاصفة ثلجية وموجة برد قاسية في أقصى جنوب القارة الإفريقية، كما هو الحال هنا في جوهانسبرغ. حرارة قياسية اندلعت معها حرائق الغابات في بلدان الثلوج، كما هو المشهد هنا في سويسرا. الإعلام الذي أهمل طويلا قضية المناخ واعتبرها مجرد مكمل إخباري في ذيل العناوين، وجد نفسه مضطرا هذه الأيام لإيلائها الأولوية. تلاحق وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية موجة حرارة لم يشهد لها العالم مثيلا في التاريخ الحديث. قفزت دول حوض البحر الأبيض المتوسط إلى طليعة أخبار موجة الحر. تصدرت إيطاليا نظيراتها في أوروبا بدرجات حرارة حطمت كل الأرقام القياسية. أصدرت وزارة الصحة تنبيها أحمر ل15 مدينة. غير أن الوضع في إسبانيا يجلب الانتباه أكثر من غيره. أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغابات في عدة مناطق، وخصوصا في لابالما بجزر الكناري. أجلي مئات السكان من أمام ألسنة لهب تمتد بمرور الساعات. في مشهد يكاد يكون خيالا سينمائيا، تظهر هذه اللقطات الجوية آثار حريق هائل في منطقة كوفاراس شرق العاصمة اليونانية أثينا. تفحمت الحقول والمباني، وفقدت آثار منتجع سياحي بالمنطقة تحول إلى كومة رماد. الطريق إلى وادي الموت في الغرب الأمريكي، لعلها المرة الأولى التي يتطابق فيها الاسم مع المسمى. يؤدي هذا الطريق منذ أيام إلى أكثر المناطق الملتهبة بموجة الحر في العالم. من غرب أمريكا إلى شرقها، ومن حدودها مع كندا شمالا،
إلى ميامي في أقصى الجنوب الشرقي. المشهد لا يستثني أيا من كوارث هذه الأيام: الحرائق والفيضانات والأعاصير. تنأى الجغرافيا ولا تختلف المأساة. في كوريا الجنوبية الفيضانات العارمة تقتل وتشرد، وفي الصين مقاطعات غمرتها المياه، وفرق الإنقاذ تكافح لإجلاء سكان أغرقت بيوتهم بالكامل. في الهند شوارع نيودلهي تتحول إلى أنهار، أما سكان المناطق الريفية والأحياء الفقيرة فغمرت بيوتهم المياه والأوحال، في انتظار أن تمتد لهم يد عون لتنقذهم وتنقذ معهم بيئة كوكب يتعسر خروجه من المأزق بمرور الوقت. يبدو أن البحر الأبيض المتوسط لم يعد له من اسمه نصيب. مياه هذا البحر باتت منذ فترة مقبرة عائمة بجثث مئات المهاجرين الذين يشرفون على سواحل أوروبا لكنهم يموتون قبل الوصول. رغم أن هجرة القوارب تدحرجت إلى مرتبة متأخرة في عناوين وسائل الإعلام، إلا أن كارثة سواحل اليونان يوم 14 من يونيو الماضي أجبرت غرف الأخبار على تغيير أولوياتها. انطلقت رحلة الموت من سواحل ليبيا مزدحمة بأكثر من 750 مهاجرا مات غالبيتهم، ولم تكتب النجاة إلا لنحو 100 منهم. نفت الحكومة اليونانية مسؤولياتها عن الفشل في إنقاذ المركب الغارق، غير أن تحقيقات عدد من وسائل الإعلام العالمية ومواقع إخبارية يونانية مستقلة كشفت ملابسات أخرى للحادثة. ما الذي يمكن أن يجعل غرق مهاجر عند الشواطئ الأوروبية حدثاً يستحق التغطية الإخبارية؟ أحياناً صورة واحدة تغير بوصلة التغطية، مثل مقتل الطفل إيلان الكردي عام 2015 الذي دفعته الأمواج عند الشواطئ التركية. وأحياناً أخرى يكون رقماً، كما في الكارثة الأخيرة مع غرق 750 مهاجراً. حجزت الكارثة مكاناً لها في عناوين الصحف، تبع ذلك مواقف نمطية من السياسيين الأوروبيين. أما الحكومة اليونانية فقد قالت إنه لا يوجد شيء آخر كان بإمكانها القيام به. مشاهدو الأخبار سوف يقدرون جهود بعض الصحفيين اليونانيين الذين يعملون بكفاءة أكثر من السياسيين. التصريح الذي أعلنته السلطات اليونانية بأن المركب لم يرسل أبدا إشارة استغاثة دحضته تحقيقاتنا تماما. لقد كشفنا أنه قبل عدة ساعات من غرق القارب اتصل ركاب بخدمة هاتف الإنذار قائلين: لن ننجو هذه الليلة، نحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة. كما أن كل المراسلات تظهر أن هذا النداء قد وصل إلى جميع الجهات المعنية في اليونان، والوكالة الأوروبية لخفر السواحل، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إذن هذا الجدال لا أساس له بتاتا. التقارير الاستقصائية التي أجراها صحفيون مستقلون في اليونان والمعلومات الموثقة التي كشف عنها، بالإضافة إلى بيانات خدمة هاتف الإنذار الذي يرشد الأشخاص التائهين في المتوسط، كلها أدلة تؤكد أن الناس على القارب كانوا يطلبون النجدة بشكل متكرر وقبل 12 ساعة من غرق القارب. صرح خفر السواحل اليوناني أن القارب كان تحت المراقبة وكان يبحر نحو إيطاليا. قناة BBC ذكرت أن القارب كان متوقفا ولم يكن يتحرك نحو إيطاليا. هذا يؤشر أنه كان بالإمكان تفادي هذه المأساة. إذن لدينا الآن روايتان متعارضتان بشكل كبير، أمر يستدعي تحقيقا. تقرير BBC فتح أعين قلة من الإعلام اليوناني المستقل، إذ تم نشره على موقع 24/7 وموقع We Are Solomon. مثل هذه المواقع تقدم نوعاً مختلفاً من الصحافة، ومغايراً للغالبية العظمى من وسائل الإعلام اليونانية الرئيسية والقنوات الإخبارية والمطبوعات ومواقع الإنترنت التي تنشط بشكل فاعل إلى جانب سياسات الحكومة
المعادية للمهاجرين. وسائل الإعلام هذه تشيطن المهاجرين وتبالغ بأعدادهم، كما اعتادوا ملاحقة الصحفيين المستقلين الذين يقدمون رأيا مخالفا لهم. هذا لا يحدث فقط في اليونان، بل أصبح سلوكا نمطيا في الإعلام الأوروبي. كل تحقيق أجريناه بغض النظر عن جودته قاموا بتصنيفه في خانة الأخبار المفبركة حتى من قبل المسؤولين الحكوميين. هذا أمر خطير للغاية لأنهم نشروه أيضا عبر تويتر. لقد شوهوا صورتي على تويتر وتلقيت عدة تهديدات. واجهت مشاكل حتى مع الأصدقاء الذين قالوا لي: ماذا تفعل؟ لماذا تلاحق هذا الملف؟ قم بشيء أفضل. وسائل الإعلام اليونانية تتحرك فقط لنقل رواية الحكومة والسلطات التي تتعامل معها كرواية مقدسة. بعض الناس يقولون: حسنا، من هي البي بي سي وماذا يعرفون؟ لا يمكن للأدلة التجريبية تأكيد تلك الروايات عن خطر الهجرة على أوروبا. معظم الدول الأوروبية بنت اقتصاداتها وثقافاتها من خلال تدفق المهاجرين على مدى عقود طويلة. فقط عليك النظر لوصول 8 ملايين لاجئ من أوكرانيا. أوروبا تتسع للمهاجرين عندما تريد. إذا نحن أمام تناقض هنا. العبارة الطنانة التي يرددها المسؤولون الأوروبيون هي ضرورة كسر عمل المهربين. لقد ألقوا باللائمة على المهربين في استغلالهم للبؤس الإنساني بهدف الربح المادي. لكن الباحثين في عمق القضية يعتبرون أن المهربين هم من أعراض المرض وليسوا من أسبابه. صحيح أنهم يستفيدون من تدفق الناس نحو أوروبا، لكن الخطابات الحكومية الرسمية باتت تركز فقط على كسر حلقة التهريب، ولا تقوم في الواقع بمعالجة أسباب هجرة الناس إلى أوروبا. الحكومات كما هياكل الاتحاد الأوروبي يميلون للتعامل مع هذه الأزمة بالخطاب نفسه، وهو هذا ليس خطأنا، كل ذلك بسبب مهرب البشر، ونحن نحاول إنقاذ أرواح الناس. هذا مجرد هراء. الاتحاد الأوروبي والعديد من دوله قاموا في الواقع بقطع عمليات البحث والإنقاذ في البحر. سياستهم غير المعلنة: اتركوهم يموتون. إذن عندما تجري تحقيقا عليك أن تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، لكن هذه الكارثة ليست قدرا. يمكننا تجنب هذه الأحداث إذا أخذنا الخيارات السياسية الصحيحة في بروكسل وفي العواصم الأوروبية. فقط في الكوارث الكبرى عندما يكون عدد الضحايا مهولا ستحظى أزمة الهجرة بانتباه وسائل الإعلام العالمية، كتلك التغطية المكثفة قبل أيام لانفجار غواصة تايتن الاستكشافية ومقتل 5 أثرياء كانوا على متنها. في المقابل، مجموعة مهاجرين مكدسين في قارب متهالك يبحرون نحو المجهول للحصول على فرصة أفضل للحياة. على الأرجح لن تفتح التغطية الإخبارية عند غرقهم، ولن تعرف أسماؤهم أبداً. مستمرون معكم في المرصد، ولدينا بعد قليل الذكاء الاصطناعي يدخل سرعته القصوى، المستخدمون يرحبون بمفاجآته والحكومات تحذر من أخطاره. نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اختراع تكنولوجي يتحول بمرور الأيام إلى قضية دولية. يوم 18 من هذا الشهر عقد مجلس الأمن الدولي ولأول مرة في تاريخه جلسة لنقاش مسألة الذكاء الاصطناعي. جاءت الدعوة إلى الجلسة بطلب من بريطانيا التي ترأس المجلس، كما تعتبر في طليعة المتخوفين من هذا القادم المجهول. أيد الأمين العام للأمم المتحدة الذي حضر الجلسة مقترحا تنادي به بعض الدول للحذر من هذه التكنولوجيا غير العادية واستخداماتها. في قصتنا التالية نرصد مواقف عدد من المتابعين لقضية الذكاء الاصطناعي، كما نتوقف عند أبعاد البيان الذي وقعه قادة كبرى الشركات المنخرطة في هذا المجال، والتي أصبحت بدورها تنأى بنفسها عما يمكن أن يحمله مستقبل هذا التطور من أخطار على مستقبل البشرية.
Tonight, a stark warning that artificial intelligence could lead to the extinction of humanity. البداية بسؤال يربك الكثير ممن يفتقدون إلى الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أي معظمنا تقريبا. كيف تحول الحديث حول الذكاء الاصطناعي سريعا من الحماس إلى الخوف من نهاية العالم، من الإمكانيات غير المحدودة إلى الخشية من انقراض البشر بسبب تقنية صنعوها بأيديهم؟ هناك من يعتقدون أن المخاطر الكارثية ممكنة جدا، وأنا من بين هؤلاء. People should be aware of the potential risks associated with AI and robotics. There could be a range of really bad outcomes, starting with destabilizing democracies. قد نلمس نتائج سيئة جدا، بدءا من زعزعة استقرار الديمقراطيات وصولا إلى ما يمكن أن ينتج عن حرب نووية واسعة. شخصيا أعتقد أننا لا نعرف ما يكفي للإطمئنان، لذا وجب العمل لتفادي أي احتمال بوقوع كارثة. Avoid even the low probability event of something catastrophic. The alarmism is part of a classic. الحذر يصاحب دائما الدورة الكلاسيكية للتكنولوجيا. مع كل تقنية جديدة يجد البعض مصلحة في الترويج لها وإخبارنا أنها ستقوم بتغيير العالم للأفضل، لكن آخرين يفضلون التروي والتساؤل حول مآلها ونتائجها. الخطر في سجالات كهذه هو انعدام النقاش حول التأثير الآني والتغيرات العملية الحاصلة. العديد من المختصين في الذكاء الاصطناعي سيرددون وجهة النظر هذه. سيناريوهات نهاية العالم تبدو حتى الآن مبالغا فيها، على الأقل من ناحية الإعلامية. هناك اعتقاد بأن الخوف الوجودي على مستقبل البشرية يستند إلى نسخ من الذكاء الاصطناعي لم ترى النور بعد. ذلك زمن لم نبلغه، حين يصبح الذكاء الاصطناعي قادرا في النهاية على التفكير والتحليل والتصرف دون الحاجة لتدخل بشري. رغم ذلك تكفي هذه الاحتمالية لإنتاج عناوين وجودية وزوايا تغطيات تعتمد الإثارة وتبعد الجمهور عن الضرر الملموس الذي بدأ يحدثه الذكاء الاصطناعي بالفعل من خلال ما ينتج من برامج تكنولوجية تحدث الكثير من التضليل. حين يختار البشر البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مشبعة بالأفكار المسبقة والمنحازة، وهذا يتسلل إلى خوارزميات الآلات الذكية فتنتج ما يتوافق معها. سبق لدراسات حكومية أمريكية أن اكتشفت أن أدوات التعرف على الوجوه مثلا والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي كثيرا ما تخطئ بتشخيص أصحاب البشرة الملونة وتؤدي إلى اعتقالات خاطئة. هذا مثال واحد فقط. ما يقلقني في التركيز على نهاية العالم هو استنزاف طاقات وموارد في سيناريوهات بعيدة، بينما نجد أن هناك من يعاني تبعات ذلك في الوقت الحالي، مثل من لم يستطع الحصول على قرض سكني أو رعاية صحية أو راتب عادل. هذه هي المسائل التي يفترض أن تتصدر الحديث قبل قضية الذكاء الاصطناعي. هناك أخطار عدة تتردد على ألسن الناس. أشعر بقلق شديد، فهل نحن بحاجة إلى أداة تولد الصور والأصوات وتزيدنا في حجم الأخبار المفبركة التي نعاني منها أصلا؟ يجب الانتباه إليها وضبط تلك الأنظمة التكنولوجية القادرة على اتخاذ القرارات. في الوسط الصحفي تحديدا أصبح الذكاء الاصطناعي هاجسا مقلقا، فهو يهدد الوظائف وطبيعة المهنة معا. ورغم ذلك فإن الذكاء الاصطناعي ليس جديدا بالكامل على وسائل الإعلام. أدواته تستخدم منذ سنوات خصوصا في التغطيات الاقتصادية، حيث يمكن الصحفيين من تعقب حركة أسواق المال وإعداد التقارير حول أرباح الشركات بسرعة وفعالية. الجديد في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي هو القدرة على توليد النصوص والصور وصناعة الأخبار. المشكلة أن الكثير من الصحفيين لا يملكون معرفة حول الذكاء الاصطناعي تزيد عما يعرفه جمهورهم، لذلك توجب عليهم أن يخافوا أقل ويعرفوا أكثر.
المؤسسات الإعلامية الجيدة تستخدمه لمساعدة صحفييها وزيادة فعاليتهم وتواصلهم مع جمهورهم، لكن ربما يكون من الأسهل استبدال الصحفيين حين يكون الإنتاج متعلقا بمحتوى بسيط وغير معقد. هناك من سيفعل ذلك بالتأكيد من أجل الربح وزيادة أعداد مشاهدة الصفحات، وهناك أيضا من سيحاول رفع قيمة عمله مع احتمال حدوث أخطاء. هذه الأنظمة غير مدربة على البيانات المباشرة، ليست مصممة بطريقة تجعلها تتجاوب مع تطورات الظروف المجتمعية والوقائع. ما تقوم به هو التقليد الفعال لأنماط الحديث البشري دون أن تتمكن من شرح المعاني المبطنة للكلمات الظاهرة على الصفحة. هذا أساسي لنفكر به. الصحفيون يوفرون إمكانات حيوية للمجتمع، وهذه لا يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه رسالة من جملة واحدة صنعت قبل فترة العناوين حول الزوال الوشيك للبشرية بسبب الذكاء الاصطناعي. وقعها بعض من أكبر اللاعبين في صناعة التكنولوجيا، بينهم ديميس هاسابيس من جوجل ديب مايند وسام آلتمان رئيس أوبن اي اي. أفادت أن سن القوانين يجب أن يكون أولوية دولية لدرء الأذى الذي يمكن أن يتسبب به ذكاؤهم الاصطناعي. إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هذه الشركات مستمرة في ضخ الأموال لتطوير هذه التكنولوجيا. لم يسبق لهذه الشركات أن أظهرت اهتماماً بمخاوف الناس والتأثير المباشر لأنظمتها، لذلك أعتقد أنه من المهم جداً الاهتمام الشديد بمحفزات السوق، مثل تشجيع هذه الشركات على عدم نشر أنظمة للاستعمال العام قبل التأكد من جهوزيتها وإخضاعها للتدقيق، ناهيك عن غياب القيام بالاختبارات الكافية من المشرعين. يبقى الإنسان هنا هو الحلقة الأضعف، فوصفة تطوير ذكاء اصطناعي آمن أصبحت معروفة. لكن على الرغم من ذلك يمكن الوصول إلى ذكاء اصطناعي متفلت يشكل تهديدا للبشر ويحولهم إلى أدوات تدميرية. نحن لسنا أمام مجرد مشكلة تقنية، بل هي بالأساس مشكلة إنسانية عميقة. يقع على عاتق الخبراء وحدهم أن يكتشفوا سبيلا للسيطرة على هذا المجهول القادم، للاستفادة منه وتقليل مخاطره وكبح طموحه اللامتناهي قبل فوات الأوان. في قاع المحيطات أيضا التغيرات المناخية تصنع أزماتها. مياه الأطلسي عرض سواحل فلوريدا تشهد هذه الأيام حملة لعدد من العلماء والمتطوعين لإنقاذ الشعاب المرجانية التي بدأت تختفي بسبب ارتفاع حرارة المياه. توصل هذا الفريق إلى تقنيات جديدة لإعادة زرع الشعاب المرجانية السليمة عن طريق مشاتل يتم إعدادها في الخارج، قبل أن يعيد الفريق نشرها في قاع المحيط حتى تستعيد الشعاب المتهالكة حياتها من جديد. مشاهد. كانت هذه حلقتنا من المرصد لهذا الأسبوع. في مواضيعنا القادمة نتطرق إلى تجربة الإذاعات المجتمعية في بعض الدول العربية وأهمية الأدوار التي تطرحها على نفسها في مجالات التوعية والتثقيف. حتى ذلك الحين هذه تحيات فريق المرصد وتحياتي أنا سفيان ثابت. إلى اللقاء.